الجران ولا ساكن مع فرعون في القصر، تيخرج لبرا كيلقى مصر تلعنات، الانهار تحولات لدماء، والجراد كيخرج من جميع الجهات، الشعب خايف وما بقى عارف ما يدير، الجراد والقمل والضفادع. فرعون ولا كيطلب التسليم، ياك كنت هاني عندي الجيوش وجواري جميلات وعبيد بالالاف، عايش مفتح مع راسي، اش داني نحارب هذا النبي، ما كنتش متوقع ان ربه مأيده بهذه المعجزات الخارقه. فرعون تجرأ وتحدى اقوى الانبياء، وابتداء من الان يعيش في كابوس وجحيم لا يطاق. شنو هي قصة النبي موسى عليه السلام، وعلاش فرعون استعبد أحفاد النبي يعقوب؟ اش وقع باش موسى عليه السلام هرب من مصر، وفوقاش تزوج، وكيفاش تكلم مع رب العباد؟ علاش بني إسرائيل يبقاو تالفين في الأرض 40 سنة؟ شنو قصة الطعام الغريب اللي كان تينزل عليهم من السماء؟ موسى عليه السلام يطير الملك الموت عينه. تنوعدكم انكم تستمتعوا وتعيشوا معايا الاحداث لحظه بلحظه، لذلك تاكدوا انكم تكملوا القصه حتى الاخير وبارطاجيوها مع اصحابكم كاملين. اعطيونا لايك للفيديو، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، وكيف ديما اصدقائي الاباطره معاك اخالي. يوسف عليه السلام كانت عنده مكان عظيم عند المصريين، تيحترموه وما كاينش اللي يخسر له الخاطر، هو السبب في نجاتهم من القحط والمجاعه اللي كانت تقضي عليهم كاملين. مرت السنوات وتصالح مع خوته ال11 وجابهم من باديه فلسطين يعيشوا معاه في مصر. يشاء السميع العليم ان يوسف عليه السلام يموت وخوته يبقاو عايشين في مصر معززين مكرمين. مع الوقت ولاو من الساده وعليه القوم. ومعلومه خصكم تعرفوها، يعقوب عليه السلام كان يسمى اسرائيل، واولاده هما بنو إسرائيل. النعيم اللي كانوا عايشين فيه يتحول للجحيم، وأتنوض حروب عظيمة بين الفراعنة وبنو إسرائيل. كيفاش هما غرباء وماشي من هاد البلاد وجالسين تيستمتعوا بخيرات وبركات هاد الأرض؟ الفراعنة حسدوهم، بنو إسرائيل غير البارح كانوا من السادة، والآن يجربوا عيشة الذل والمهانة، السادة أصبحوا عبيد. الحرب انتصر فيها الفراعنة وأذاقوا بني إسرائيل الويلات، ما عندهم الزهر، ما غادي يجي فيهم غير واحد الفرعون يدوز عليهم الدكاكة، ألوان وأشكال من العذاب. فرعون الجد الأكبر وطاغية من طغاة العالم القديم. إن فرعون علا في الأرض، كان إنسان مغرور وعاجب راسه. قال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أنا فرعون رب البشر. كانت عنده جيوش مرعبة وعبيد بالآلاف وجواري جميلات، كان مفتح مع راسه وضرب الدنيا بركلة. مصر في ذاك الوقت بلغ تراؤها وعمرانها ما يذهل العقول. بكلمة واحدة منه كان قادر يجمع جيش جرار وأتباعه يعتبروه إله، الأوامر ديالو لا تعصى. بني إسرائيل يندمهم على النهار اللي سكنوا فيه في مصر، تيصفيها الأطفال والمرأة الجميلة إلى عجباتو، سواء كان هو أو لا أتباعه، صافي ولات ديالهم ورجلها ما يقدرش يقول لا. تخيلوا معايا أبناء النبي يعقوب عليه السلام ولاو عبيد وخدم يضربون بالنعال، وما كاينش منهم اللي يقدر يتمرد على النظام، العصا لمن يعصى. فرعون كان تيستمتع بإذلالهم. في واحد الليلة يشوف حلم غريب، الكهنة والمفسرين عمرهم شافوا فرعون في ديك الحالة، رؤيا خلعت شخص يدعي أنه رب العباد. الحلم كان عبارة عن نار عظيمة خرجت من بيت المقدس وجات لمصر. هاد النار دمرات قصور الفراعنة وخلات بيوت بني إسرائيل. العرافين اتفقوا على حاجة وحدة، تولد طفل من بني إسرائيل زوال الملك ديالك على يده، المخلص اللي ينقذ بني إسرائيل من الظلم اللي عايشين فيه. فرعون ما قدرش يتقبل هذا الكلام، جمع الوزراء والمستشارين، ما غادي يخرج حتى واحد هذا النهار حتى لقاو حل لهذه المصيبة اللي جايه في الطريق. هذا الاجتماع خرج منه فرعون قرار ظالم ومرعب، قال سأقتل أبناء بني إسرائيل، ابتداء من الآن الأطفال الذكور مستحيل يجيوا لهذه الحياة. الجنود خرجوا بداو كيصفيوها الغلمان من الذكور، الوزراء وعلية القوم ما عجبهمش هذا القرار، مساكن بقاو فيهم دوك الأطفال وما سخاوش بيهم. مشاو عنده وقالوا له يا فرعون واش ما تتفكرش، إلا قتلتي الغلمان كاملين من سيخدمونا؟ من نستعبد؟ هذا العقاب يقضي عليهم كاملين. فرعون تراجع وخدا بالمشورة ديالهم، في العام اللي تيخلي العيالات يولدوا ولادهم يتولد هارون الأخ الأكبر لموسى عليه السلام. الأمهات ولاو كيشوفوا ولادهم الصغار كيودعوا قدامهم في الشوارع، كتسمع غير البكا واللطم والأحزان. عمران حاجب قصر فرعون كان خايف لأن مراته حاملة ويمكن تولد في العام اللي فرعون تيصفيها للأطفال. مراته حاملة وتا واحد ما سيق الخبار، أدير جهدها كامل باش حتى أقرب الناس ليها ما يلاحظوا والو. أدوز عليها شهور صعيبة، جا اليوم الموعود وأم هارون ولدت طفل ذكر، عمرها تخيلات أن ولدها يكون السبب فلاك فرعون. هازة طفلها الرضيع وخايفة، الجنود في أي لحظة يقدروا يدخلوا عليها، اش دير
كبير، واش تفرح بهذا المولود او لا تبكي وتحزن لانه يقدر يموت؟ الايام الاولى يدوزوا عليها بحال شي سنين طويله. هارون صنعت صندوق صغير على شكل تابوت وحطات فيه ولدها. الغلام وسط الصندوق والامواج بقات غادا به حتى وصل لقصر فرعون. الجواري شافوا الصندوق ولقاو وسطو طفل رضيع، دخلوه للقصر وفرعون وصلوا الخبار. اش هاد الشي طفل من بني اسرائيل عندي في القصر، اش كتسناو؟ صفيوها له. زوجة فرعون كانت مرأة صالحة وماشي بحال راجلها وما عجبهاش داكشي اللي كيدير. قالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. الطفل اللي نايض عليه هاد الروينه والولاده ديالو مخوفاكم غادي يكبر ويتربى وسط القصر ديال كسيهم فرعون. موسى عليه السلام باقي طفل رضيع، خاصو مرا اللي ترضعو وتربيه وتهلا فيه. الغريب انه ما قبل يرضع من حتى شي وحده. مرات فرعون جمعت المرضعات وجميع المحاولات باءت بالفشل، وحرمنا عليه المراضع. مصر كامله ما فيها حتى امراه قادره ترضعو. ام النبي موسى عليه السلام ندمات على شويه كانت تخرج عند الناس وتقول لهم راه ولدات وحطات طفلها الرضيع في نهر النيل، لكن رب العباد في آخر لحظة ثبتها. طلبات من بنتها الكبيرة تخرج وتقلب على موسى، والمفاجأة أنها سمعت بأن فرعون لقى طفل من أطفال بني إسرائيل ودابا راه تيقلب على مرضعة. مشات ودخلت للقصر وقالت لهم: أنا غادي نهنيكم من هذا المشكل. قالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ دابا المرضعة تكون عندكم. ومن النبي موسى عليه السلام دخلات بمجرد ما رضعاته طمأنينة والحياة رجعت له مرة أخرى، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. موسى عليه السلام كبر وتربى داخل القصر، وخا عاش مع الفراعنة، إلا أن كل شيء كان عارف بأنه من بني إسرائيل، ورغم ذلك الناس كانوا يحترموه وعنده مكانة عظيمة عند قوم فرعون. موسى عليه السلام كان على دين النبي يعقوب، والله رزقه الحكمة والمعرفة والصلاح. في واحد المرة يخرج للمدينة في الوقيته ديال الظهور، الشوارع خاوية والدنيا كتصفر، بانوا ليه واحد الجوج كيدابزوا، اللي تياكل العصا من بني إسرائيل واللي تيسلخوا قبطي من قوم فرعون. تيغوت ويطلب المساعده وما كاينش اللي ينقذو. هذا الشيء ما عجبش موسى عليه السلام، عيقت وبارك من الظلم. هذا النبي كان قوي ومفتول العضلات وما تجرأش انك تواجهه. تخيلوا معايا ضرب خونا وطيحوا الارض ومات، فوكزه موسى فقضى عليه. ما كانش ناوي يقتله، مجرد خطأ يقلب ليه حياته كامله. الاسرائيلي غير شاف خونا مات هرب، وموسى عليه السلام ندم وقال: ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي. الاخبار انتشرت بين الناس والجنود بداو كيقلبوا على مرتكب الجريمه، راه صفاه الواحد من علية القوم. المجرم خاصو يحضر فين ما كان. مرت ايام قليله وموسى عليه السلام يلقى نفس الرجل منوضها مع واحد من قوم فرعون. قال له: يا موسى انقذني. وهذه المره الناس مجموعين. موسى عليه السلام تعصب وقال: انك لغوي مبين، انت انسان خبيث، وكل مره تلقاك منوضها مع واحد. هو هكاك النبي موسى بغى يساعده. الاسرائيلي تصحاب موسى يصفي عليه، وقدام الناس بدا يصرخ ويقول: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ ناري اش دار؟ فضحوا قدام الملأ. الأقباط عرفوا مرتكب الجريمة، موسى هو اللي قتل القبطي ذاك النهار ودابا باغي يصفيها لي حتى أنا. ودير الخير في بني إسرائيل. موسى عليه السلام هرب والجنود بداو كيقلبوا عليه. جا عنده واحد الرجل وقال له: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. هرب وما تدورش من موراك، هاد الليلة خاصك تخرج من مصر. موسى عليه السلام فجأة كيلقى راسو في ورطة، خاصو يهرب وما عارفش فين، فخرج منها خائفا يترقب. قال: ربي نجني من القوم الظالمين. موسى عليه السلام خرج من مصر ومشى لبلاد الشام لواحد المدينة سميتها مدين. غادي في الطريق حافي القدمين، الجوع والعطش سالاو معاه. في الطريق شاف واحد البير وفرح، واخيرا يجلس يشرب ويرتاح شويه. الناس بالابل والاغنام ديالهم كيسقيو من البير، ولما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسقون. في نفس هذا الوقيته جوج ديال البنات جالسين وبعاد على البير وتيتسناوه يخوا، ما بغاوش يختلطوا مع الرجال. موسى عليه السلام شافهم وقال: ما خطبكما؟ علاش جالسين هنا؟ جاوبوه بكل حياء: حنا ما بغيناش نسقيو حتى يبعدوا الرجال، والاب ديالنا كبير في العمر، حنا مجبورين نقوموا بعمل الرجال. موسى عليه السلام وبكل احترام يسقي لهم. جلس تحت واحد الشجره ودعا الله وقال: ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. البنات مولفين تيرجعوا للدار معطلين، لكن هذه المره رجعوا بكري ومباشره عاودوا لباهم اشنو طرا. كيفاش ان شخص غريب غار عليهم من الرجال الخبثاء وسقى ليهم وبلا ما يهز فيهم العين ولا يتصرف شي تصرف خادش للحياة. ابو البنات قال لهم: عيطوا له بغيت نتكلم معاه. موسى عليه السلام جالس تحت الشجره
وأصابه الهم والحزن وتيدعي الله باش أموره تيسر. واحد شوية بانت ليه فتاة قادمة تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. موسى عليه السلام وصل عند الأب وحكى له قصته كيفاش أنه قتل شخص بالغلط ودابا الجنود راهم كيقلبوا عليه. الرجل قال له ما تخافش، في هذه المدينة ما كاينش لا يلقاك. قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. الأب منين شاف موسى عليه السلام وعرف بأنه رجل قوي أمين صادق أخلاقه طيبة، قال له يا موسى أنا عندي 2 بنات، اختار واحدة منهم وتزوجها، وحتى المهر إلا ما كانش عندك خدم عندي 8 سنين، وإلا درتي معايا المزيان خليهم 10 سنين. النبي موسى عليه السلام تزوج وعاش في مدين 10 سنين ودوزها في رخاء وسكينة وسعادة مع الزوجة ديالو. السنوات بالزربة دازوا وموسى عليه السلام ما نساش الأرض اللي كبر وتربى فيها. توحش الأم ديالو خوه فقرر أنه يرجع لمصر، جمع حوايجه وانطلق. في ليلة مظلمة وباردة موسى عليه السلام تلف وسط صحراء سيناء وما عرف ما يدير، والمشكل أنه معاه الزوجة والأولاد وخاف لا تمشي طرا لهم شي حاجة. موسى عليه السلام بانت ليه العافية شاعلة في واحد البلاصة، فرح وقال لعائلته خليكم هنا، أنا نمشي عند الشخص اللي شاعل العافية ربما يساعدني ويوريني الطريق. فاش وصل حدا العافية ما لقى حدا حتى واحد، فاستغرب وبدا كيقرب شوية بشوية. فجأة كيسمع واحد الصوت كيناديه، تيدور موراه ما كيلقى حتى واحد. هذا الصوت لم يسمعه إنسان من قبل، صوت ليس كمثله شيء. رب العباد ناداه بالاسم ديالو، قال يا موسى إنني أنا الله رب العالمين. موسى عليه السلام في البداية كان خايف، لكن غير سمع صوت الخالق العظيم ارتاح والسكينة نزلات على ديك البلاصة. الله عز وجل اختار موسى باش يكون نبي ورسول بني إسرائيل. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. رب العباد قال ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. الله عز وجل طلب منه يرمي العصا ديالو في الأرض، وفجأة يا سادة بدات كتهز وكأنها جني. مشهد مرعب كيخلي موسى عليه السلام يخاف من هذه العصا اللي تحولات لثعبان عظيم. عمره شاف ثعبان في هذا الحجم. قال يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. هذه العصا غادي ترجع كيف ما كانت، شد العصا بيدك وما تخافش. هذه كانت الآية والمعجزة الأولى اللي أعطاها رب العباد للنبي موسى. أما الثانية فقال ضع يدك في جيبك ثم أخرجها وأتولي بيضاء نورها يضيء. يا موسى سنريك من آياتنا الكبرى، أنت الآن رسول مبعوث للناس، اذهب إلى فرعون إنه طغى. هو عارف أنه قتل شخص من قوم فرعون وكل شيء يقلب عليه واش يمشي عندهم برجليه. موسى عليه السلام تفكر داك الشيء اللي طرا لسانه فاش كان صغير، فطلب من الله عز وجل أنه يصيفط معاه أخاه هارون لأنه كان أفصح منه لسانا. فاجي بعدا شنو وقع عليه في صغره؟ واش بصح النبي موسى عليه السلام عنده مشاكل في النطق؟ موسى عليه السلام فاش ربات مرات فرعون يقال أنه كان تيشوف فيه بواحد الطريقة غريبة، باقي رضيع وفرعون تيخاف منه. علاش كيشوف فيه بهذه الطريقة؟ في واحد النهار يشدوا من اللحية ديالو وجبدو. فرعون بدا كيدخلو الشك، ياك ما هذا الطفل هو المخلص اللي ينقذ بني إسرائيل. بغى يقتلو باش يتهنى منه. مراته قالت له صافي لكن ناوي انك تهنى منه فعلى الاقل جربوا، اختبار بسيط يبين ليك واش بصح يكون عدوك فاش يكبر. جابوا ليه جمره وتمره، الا هز التمره فهذا راه كيفهم، اما الا خدا الجمره فعادي راه صغير وما كانش قاصد. موسى عليه السلام خدا الجمره وحطها في فمه وبالزربه حيدوها له. يقال ان هذه الحادثه هي اللي اثرت على لسانه، والله اعلم. رب العباد قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. الله استجب له الطلب ديالو، وهارون عليه السلام أرسل ولا نبي من الأنبياء. في هذه الليلة المظلمة موسى عليه السلام كلم رب العباد، ولذلك يتسمى بكليم الرحمن. موسى وهارون وصلوا لباب القصر والبواب وقفهم، اش جايين ديروا هنا؟ قال له أخبر سيدك أن موسى بن عمران جاي وباغي يشوفك. اش قالوا الفرعون؟ بدا كيضحك، واش هذا مستغني على روحه جاي عندي برجليه؟ هذا النهار نستمتعوا مزيان. دخلوا عند فرعون اللي جالس على العرش ديالو ودايرين به علية القوم والوزراء مباشرة. بدا كيدعيه الى الله وتيفكروا في الخالق العظيم. فرعون قال له انت ربيناك وكبرناك حتى وليتي راجل، و10 سنين وانت غابر وفعلت فعلتك، قتلتي راجل من علية القوم ودابا جاي وكدعيني لدين جديد. فرعون قال وما رب العالمين؟ النبي موسى عليه السلام بكل جرأة قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. إن كان فرعون
يكون إله كما يزعم، فمن خلقه وخلق آباءكم الأولين. فرعون غضب وما عجبوش هذا الكلام وخاف لا يفتن عليه الناس. موسى مجنون، إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، أنا فرعون وما علمت لكم من إله غيري. السهم موسى، إلا ما سكتيش ومشيتي بحالك غنغبرك في الحبس. موسى عليه السلام ما دهاش في هذا الكلام وقال له قبل ما تدخلني للحبس إلا جيتك بآية ومعجزة خارقة اش غادي دير؟ قال له راه ما عندك. موسى عليه السلام رمى العصا وفي لمح البصر تحولات لثعبان عظيم. الناس هربوا وتخبعوا، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فرعون بقى غير حل فمو ما عرف ما يدير. قال له غبرتي 10 سنين ورجعتي ساحر، مرحبا. قال لهم ما تخافوش، هذا الشيء مجرد سحر وأنا عندي السحرة اللي غادي يحدوها له ويبينوا للناس أنه كذاب. وجد لي راسك أتواجه أخطر السحرة في العالم. موسى عليه السلام جاته الفرصة اللي كيتسناها باش ينشر الدعوة ديالو. كل شيء يكون حاضر. باغي تحداني؟ مرحبا، موعدنا يوم الزينة، اختار يوم العيد فاش تيكون كل شيء حاضر. جا اليوم الموعود وفرعون جمع أخطر سحرة العالم القديم، قال أتوني بكل ساحر عليم. أعظم السحرة يتجمعوا ذاك النهار ووعدهم فرعون بأنهم إلا ربحوا موسى أيوليهم من المقربين وما يخصهم حتى خير. موسى وهارون عليهم السلام وصلوا وتواجه الفريقان، السحرة مقابل موسى والعصا. يا موسى شكون فينا اللي يرمي العصا الاول؟ قال لهم بداو نتوما. السحرة ناضوا من بلايصهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. رماو العصي وبداو كيتحولوا لثعابين أرعبت الحاضرين، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك. بمجرد ما رمى العصا تحولات لثعبان لم يرى السحرة مثله من قبل، أي ياكل الثعابين ديال السحرة كاملين. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. سحرة فرعون عرفوا بأن هذا الشيء مستحيل يكون مجرد سحر من صنع البشر، سجدوا لله وقالوا آمنا برب هارون وموسى. فرعون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ دار عند الناس وقال لهم موسى هو كبيرهم الذي علمهم السحر. بدا كيهدد في السحرة، إلا ما كفرتوش بهذا الدين غادي نربطكم في الأشجار، يديكم ورجليكم يطيروا من بلايصهم، لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. السحرة آمنوا بالواحد الأحد، صافي الإيمان استقر في القلوب. قالوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. السحرة ماتوا، فرعون هزم وتشوه أمام شعبه. فرعون من بعد هذه المعجزات كاملة زاد غير طغى. موسى تدعيه إلى الله هو باقي مصر على الكفر والجحود. فرعون وقومه ابتداء من الآن أتنزل عليهم آيات مرعبة ويعيشوا في كابوس وجحيم لا يطاق. أول بلاء نزل عليهم القحط والجفاف، الطرف ديال الخبز ما بقاوش كيلقاوه. الحل الوحيد اللي كان عندهم هو يطلبوا من النبي موسى عليه السلام يدعي الله باش هذا البلاء يترفع. قالوا ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا هذا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. رفع البلاء ونزلات الخيرات والبركات. صافي زعما يتوبوا ويآمنوا بالواحد الأحد أبدا، رجعوا لضلالهم القديم. هذه المرة العذاب جاء وجاب معه الطوفان ودمر الأخضر واليابس. ولاو طلبوا من النبي موسى عليه السلام يدعي الله وتكرر نفس السيناريو. العذاب هذه المرة كان على شكل الجراد وقمل وضفادع ودم. الأنهار والمياه اللي تشربوا منها تحولات لدماء، رجليك ما تلقاش فين تحطها. فرعون تيكون ناعس حتى العذاب كينزل عليه وما تعرف داك الشيء منين تيخرج. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. موسى عليه السلام كان في كل مرة يسامحهم وتدعي الله ينجيهم، لكنهم ما بغاوش يلعنوا الشيطان، بالعكس بداو في تعذيب بني إسرائيل أكثر وأكثر. الله عز وجل أوحى إلى موسى باش يأمر بني إسرائيل بالخروج من مصر، الهجرة والنجاة بدينهم من ظلم فرعون. السيد غير وصلوا الخبار بأن بني إسرائيل غادي يهربوا قال لهم مستحيل نخليهم يخرجوا. اش يقولوا عليا الناس؟ ما قدرتش نسيطر على أمة ديال العبيد والمنبودين. مقاتلين تجمعوا تبعوا بني إسرائيل، كتشوفهم وصلوا لطريق مسدود، البحر أمامهم وفرعون قادم من ورائهم. اش غادي يديروا؟ لحظات مصيرية، الناس فقدات الأمل. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال لهم ما تخافوش إن معي ربي سيهدين. موسى عليه السلام يضرب البحر بالعصا ديالو وفي لحظات تقسم على جوج أمواج كالجبال، طريق تفتحات لهم وسط البحر. انشق البحر لنصفين وموسى عليه السلام والقوم ديالو يدخلوا في ذاك الطريق. فرعون جاي طاير وباغي يشدهم، لكن موسى عليه السلام واللي معاه صافي قطعوا البحر. في اللحظات اللي كان فيها فرعون داخل البحر وتابع موسى عليه السلام، الأمواج أغرقت فرعون والعساكر ديالو. قبل ما يموت فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا
وأنا من المسلمين. ياك فرعون، حتى شفتي الموت قدامك عاد آمنتي؟ جسد فرعون طلع فوق البحر ونجاه الله من الغرق باش يكون عبرة للظالمين والطغاة اللي يجيو من بعده. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فرعون غادي يودع وبني إسرائيل وأخيرا يشوفوا قدامهم الرجل اللي استعبدهم لسنوات. هاد المعجزات اللي شافوها كاملة قدامهم زعما تخليهم يآمنوا ويهنيوا العالم من شرهم. بمجرد ما نجاهم الله من فرعون في طريقهم يدوزوا على واحد القبيلة ولقاوهم تيعبدوا صنم على شكل عجل. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ياك عاد دابا نجاكم الخالق العظيم، والله إنكم لقوم تجهلون. بني إسرائيل ولاو مفشين ومرتاحين، كل شيء إلا القتال والحروب. اش دانا لهذا الشيء؟ الخطأ اللي يرتكبوا دابا شوية يعذبهم به رب العباد لمدة 40 سنة. شنو القصة؟ موسى عليه السلام جمع بني إسرائيل وتوجهوا نحو بيت المقدس، الأرض المباركة، وغير وصلوا قال لهم دخلوا لهذه الأرض وسكنوا فيها. لكن في البداية خصهم يحاربوا في سبيل الله، والقوم اللي يقاتلوا ما سهلينش. جوابهم يكون مستفز. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، إلا خرجوا منها راسهم هذيك الساعات ندخلوا. حنا ما تبعناكش باش نتحاربوا ونموتوا، الحياة زوينة وخاصنا نستمتعوا بها. يا موسى عرفتي شنو دير؟ اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. موسى عليه السلام ما بقى عارف ما يدير معاهم. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. الله عز وجل حرم عليهم هذه الأرض، قال إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. 40 عام يبقاو تالفين في صحراء سيناء، تيبقاو غادين وفي الوقت اللي تيقولوا صافي وصلنا تيلقاو راسهم رجعوا لنفس الأرض اللي انطلقوا منها. أيام وليالي ديال الطريق وفي الأخير كيرجعوا لنفس المكان. عقاب مخيف. 40 عام وهم تالفين، ونهار يمشي هذا الجيل الخبيث العقاب يترفع. المن والسلوى طعام كان تنزل على بني إسرائيل من السماء، وفي سنوات التيه الله نعم عليهم مرة أخرى. في صحراء سيناء الغمام كان تيظللهم من حرارة الشمس الحارقة، وكان طعامهم المن والسلوى. يقولون أن المن هو طعام كان تنزل عليهم من السماء وتلقاوه فوق الأشجار، وكاين اللي قال بأنه عسل أبيض، وربما المن هو كل ما من الله به على بني إسرائيل من الخيرات. السلوى هو نوع من الطيور وكانوا قادرين يصيدوه بكل سهولة، وكاين اللي قال بأنها الطير هو السمان. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. رب العباد نجاهم من الذل والهوان اللي عاشوه في مصر، والآن تينعم عليهم ويرزقهم خيرات عمرهم حلموا بها. ما عندهم مناش يخافوا. موسى عليه السلام وفي معجزة عظيمة بالعصا ديالو يضرب الحجر وانفجرات منه 12 عين، والطعام كان تنزل عليهم من السماء. اش باغيين اكثر؟ الله عز وجل في القرآن الكريم تذكر هذا النعيم اللي عيشهم فيه. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. الله عز وجل أمرهم يتبعوا النبي موسى ويبعدوا عن المشاكل، سيروا على الطريق المستقيم وما يخصكم حتى خير. للأسف يا سادة بني إسرائيل ما كيتعلموش. موسى عليه السلام النبي الكريم دوز حياته في الدعوة وتبليغ الرسالة ودار جهده كامل مع هذا القوم. في شريعة بني إسرائيل كانت حاجة عادية أنك تشوفهم مجموعين وتيدوشوا مع بعضياتهم عريانين، لكن موسى عليه السلام مستحيل أنك تلقاه حتى هو جالس وتيدوش معاه. هذا الشيء خلى بني إسرائيل يقولوا للناس عندكم تيقوه ويصحابكم راه كيحشم، يكون غير فيه شي مرض ومخبيه علينا، ما تعرفوا يقدروا يكونوا الخصيتين ديالو كبار وخافنا لا نضحكوا عليه. مساخط ما عطاو التقار لتشي نبي. موسى عليه السلام سمعهم وأصابه الهم والحزن وما بقى عارف ما يدير معاهم. مرت الأيام ورب العباد بغى يبرئوا من هذا الكلام. موسى عليه السلام في واحد المرة بمجرد ما دوش وسالة الحجرة اللي كان حط عليها حوايجه فجأة وبأمر من الله طارت. خدات ملابس موسى عليه السلام اللي بقى تابعها وتيغوت توبي يا حجر توبي يا حجر. الحجرة وصلت للمكان اللي تيدوشوا فيه الناس، وهنا يشوفوا موسى عليه السلام عريان. نبي في أحسن وأكمل وأجل صورة خلق عليها الإنسان. القرآن الكريم وصف هذه اللحظة وقال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. في هذا الزمان كان عادي أنك تشوف ملك الموت في صورة رجل وماشي على الهيئة الحقيقية دياله. في يوم من الأيام غادي يدخل على موسى عليه السلام وقال له أنا ملك الموت وغادي نقبض الروح ديالك. موسى عليه السلام عنده بزاف ديال الأعداء باغيين يتهنوا منه، والسيد داخل وتيقول له أنا باغي الروح ديالك. موسى عليه السلام كان رجل قوي، جمع معه بضربة واحدة وطير الملك الموت
الموت عينه، رجع عند الله وقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت وفقأ عيني. الخالق الرحيم رد له عينه، وملك الموت رجع عند موسى عليه السلام اللي بقى مصدوم. الرجل عينيه رجعات كيف ما كانت. قال أنا ملك الموت ويقول لك ربك ضع يدك على ظهر ثور ولك بكل شعرة أصابتها يدك سنة. النبي موسى تأكد بأن هذا الرجل اللي قدامه هو ملك الموت. فقال موسى عليه السلام ثم ماذا؟ قال وبعدها ستموت. قال فالآن. موسى عليه السلام طلب من الله عز وجل باش يقربه من الأرض المقدسة وتم كيموت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو شئتم لأريتكم مكانه على جانب الطريق عند الكتيب الأحمر.